مساء الفل على احلى كباتن في الدنيا. معاكم محمد مصطفى. ازاي احجز ميعاد مع دعم اوبر؟ انا دلوقتي عندي مشكله في التطبيق، او عندي مشكله في الحساب، او عندي مشكله كبيره عامه في الشغل. ازاي ان انا اتواصل مع الدعم في اوبر؟ هل بروح المقر على طول ولا لازم احجز ميعاد قبلها؟ في الاول كنت عادي ممكن تروح على دعم اوبر على طول، ولكن دلوقتي اوبر عملتها ان انت لازم تحجز ميعاد الاول، طبعا علشان الزحمة والمشاكل اللي بتحصل قدام المقر. فانت قبل ما تروح للدعم لازم تكون حاجز ميعاد الاول عن طريق الابليكيشن، والميعاد دوت بتحدد فيه اليوم والساعة اللي انت هتروح فيها، وبتدخل على طول. طيب اعمل كده ازاي؟ لو دوست على الثلاث شروط اللي فوق هنا، تحت هنا مساعدة. تمام، في عندك بتجيب حجز المواعيد. بعد ما بتجيب حجز المواعيد بتختار المشكلة اللي عندك ايه بالظبط. يعني مثلا إدارة الحساب، تحديث بيانات حسابي. بتيجي تحت هنا مكتوب اتصل بالدعم، في تحتها حدد موعدا، بتدوس حدد موعد. تمام، ده الفرع اللي فوق دوت اللي هو بيقولك دعم اوبر تاكسي وسكوتر. فانت لو اوبر تاكسي او انت كابتن سكوتر بتروح المقر اللي هو فين؟ فرع الهرم. اما لو انت اوبر اكس عادي، اوبر كونفرت، بتجيب اللي هو اللي في ميدان التحرير. بدوس كده. طبعا هنا بتختار اليوم الاول، يعني مثلا انا هنفترض انا رايح يوم الحد، فبتشوف مثلا الميعاد اللي هو انت هتكون فاضي فيه. مثلا هروح الساعة 10 صباحا. تمام كده، انت اخترت اليوم واخترت الوقت، بتدوس حدد موعدا. تمام، انت كده سجلت معاهم وقت. اهو نطلع على مقابلة لك يوم الحد الساعة 10 صباحا. وبكده انت حجزت موعد وبتروح على طول يوم الحد الساعة 10. لو في اي حد عنده استفسار او عايز يسأل في اي حاجة، اكتبلي في الكومنتات وارد عليك على طول.